تنكر مثلا تعدد الزوجات، وهذا أمر راح يزعل كثير من الرجال رغم بأنه يعني هذا الأمر موجود في القرآن. كيف تنكر هذا التعدد؟ لا أنكر، أنا بقول ارجعوا إلى الآية 3 من سورة النساء افهموها، يعني زي ما بيقولوا أخوتنا المصريين افهموها بقى. الله سبحانه وتعالى قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. إن شرطية جازمة، الفاء جواب شرط لازم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب أين الأولى؟ يعني لو كانوا أربعة كان قال لي 1 2 3 4. إذا الأولى الله ما دخلها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا ليس بين النساء، لأن الآية 129 حسمت هذا الموضوع: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني بين أولادي وأولاد الأرملة اللي جايبتهم من الأيتام الثانيين. إذا تعدد الزوجات شرط أساسي أنه تكون أرملة وعندها أولاد وأحقق إقساط في اليتامى. لكن الضربة الصاعقة الله قال: فانكحوا، لم يقل فتزوجوا. طيب. النكاح يعني عدم لمس الأنثى. نعم. قال تعالى في سورة الأحزاب: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. طيب دكتور أرجو فقط الله ما الالتزام قال فتزوجوا من. دكتور أرجوك التزم فقط على قدر الإمكان بالاختصار.